السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة عالم الرياضة. سوف نعرض عليكم في هذا الفيديو أقوى 10 صفقات تمت رسميا موسم 2023 تحضيرا لموسم 2024، لكن في هذا الفيديو الجزء العاشر بعد أن قدمنا لكم 9 أجزاء سابقة في هذه القناة. لكن قبل البدء اشترك بالقناة زائد تفعيل جرس التنبيه زائد لايك للفيديو. تابع المشاهدة. أولى الصفقات على نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني بالتعاقد مع المهاجم الأوروغواني إيدنسون كافاني قادما من نادي فالنسيا بشكل مجاني بعد فسخ العقد بالتراضي مع ناديه السابق فالنسيا. وتمت الصفقة مع النادي الأرجنتيني إلى موسم ونصف مع خيار التجديد. ثانيا يعلن نادي إيفرتون بالتعاقد مع اللاعب الكبير وذو الخبرة الكبيرة اللاعب أشلي يونغ قادما من نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل مجاني. وتمتد صفقة اللاعب مع نادي إيفرتون لموسم واحد مع خيار التجديد. ثالثا يعلن نادي غالطا سراي التركي بالتعاقد مع اللاعب والمهاجم الأرجنتيني ماريو إيكاردي قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو بعد أن كان أوقف الموسم الماضي معارا من النادي الفرنسي مع النادي التركي. رابعا يعلن نادي الفتح السعودي بالتعاقد مع المدافع البلجيكي جايسون دانيير صاحب 27 عام. وتمتد صفقة اللاعب لمدة موسمين مع النادي السعودي. خامسا يعلن نادي برشلونة الإسباني بالتعاقد مع لاعب خط الارتكاز اللاعب أوريل روميو قادما من نادي جيرونا الإسباني مقابل 4.5 مليون يورو زائد الإعارات اللاعب بابلو توري لموسم واحد فقط. سادسا يعلن نادي أنتر ميلان بضم المدافع أوريل بيسيكا قادما من نادي أراهوس الدنماركي مقابل 7 مليون يورو وهي الشرط الجزائي. وتمتد صفقة اللاعب مع النادي أنتر ميلان الإيطالي حتى صيف 2028. سابعا يعلن نادي فولهام الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع كالفين بايسي قادما من نادي أياكس أمستردام الهولندي مقابل 22.5 مليون يورو. ثامنا أعلن نادي الاتفاق السعودي التابع على صندوق الاستثمارات السعودي بالتعاقد مع اللاعب خط الوسط الإنجليزي هندرسون قادما من نادي ليفربول مقابل 66 مليون باوند. 12 مليون باوند إلى نادي ليفربول الإنجليزي و54 مليون باوند راتب اللاعب مقسما على 3 مواسم. تاسعا أعلن نادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع المهاجم السانتي ماكسيميان من نادي نيوكاسل الإنجليزي مقابل 30 مليون دولار. عاشرا وأخيرا أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع حارس المرمى الكاميروني الحارس أندري أونانا قادما من نادي أنتر ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو زائد إضافات بالشروط في عقد اللاعب مع النادي.